وصفتنا النهاردة هنعمل القرنبيط. هنعمله بأحلى وأسهل الطرق اللي ممكن يتعمل بيها، بدون قلي وبدون زيت. هنعمله في الفرن بطريقة حلوة جدا، يعني من الآخر هتاكلوا أحلى صينية قرنبيط ممكن تكونوا جربتوها قبل كده. يلا بينا نبتدي. إذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله. أول حاجة هنعملها هنجيب القرنبيط بالسكينة، هنشيل الجزء ده كله اللي بيبقى فيه العروق، وهنقسمها لوردات صغيرة. وهنشيل برضو منها العروق، أي عروق تخينة بتبقى موجودة فيها برضو هنشيلها منها. وزن القرنبيط والكمية طبعا زي ما يعجبكم. اللي أنا استعملتها دي وزنها تقريبا 2 كيلو. وممكن بإيدينا أو بالسكينة نقطعها لوردات أصغر كمان، عايزينها كلها تبقى بالحجم الصغير ده. حلة على النار فيها مية بتغلي، هنحط فيها معلقة صغيرة من الملح، وثلاث معالق كبار مليانين من اللبن البودرة. أو لو عندكم شوية حليب مش عارفين تعملوا بيهم إيه، حطوهم مع مية السلق، بيدي طعم حلو جدا للقرنبيط. هنقلبهم كويس، اللبن والملح يدوبوا، وهنحط فيهم القرنبيط. هنقلبه في المية، وأول ما يغلي هنهدي عليه النار ونخليها وسط، ونغطيه ونسيبه لحد ما نلاقيه استوى 3/4 سوا. نحط الشوكة في العروق الصغيرة اللي بتبقى موجودة فيه، نلاقيها استوت. هنقفل عليه ونصفيه، عايزينه ما فيهوش أي مية خالص. نسيبه يتصفى براحته، ونجهز صوص اللحمة المفرومة. طاسة على النار تسخن كويس، وهنحط فيها اللحمة. الكمية اللي هنستعملها ربع كيلو، نص كيلو، الكمية دي زي ما يعجبكم. هنحط عليها نص معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسمر. هنسيبها تتشوح لحد ما لونها يغير وتبقى كلها لون واحد. هنضيف عليها بصلة متوسطة مفرومة ناعم. هنشوح اللحمة مع البصلة لحد بس ما لونها يغير ويصفر شوية. ونضيف عليهم طماطماية واحدة متقطعة مكعبات صغيرة، وشوية من الفلفل الألوان برضو متقطعين مكعبات صغيرة. حطيت تقريبا نص واحدة من كل نوع. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعض ويتشوحوا شوية، وهنهدي عليهم النار ونغطيهم ونسيبهم المكونات كلها تتسبك مع بعض. بس بلاش نسيبها على النار كتير علشان الخضار ما يطراش قوي، عايزينه برضو يبقى فيه سنة قرمشة بسيطة. نسيب اللحمة تكمل سواها ونجهز القرنبيط. هو هيكون خلاص اتصفى وما بقاش فيه مية خالص. هنجمع الكمية كلها في بولة، وهنحط عليهم بيضتين ونص معلقة صغيرة من الملح والفلفل. أنا هستعمل في القرنبيط كله ملح وفلفل بس، مش هحط أي توابل تاني. ممكن بقى نستخدم في خلطهم الكبة أو الهاند بلندر أو الخلاط، المتوفر منهم نستخدمه. هنخلط المكونات كلها مع بعض كويس جدا لحد ما تبقى ناعمة وطرية زي البطاطس البيوري بالشكل ده. وهنضيف عليهم كمان 3 معالق كبار مليانين من الدقيق، يلموا القرنبيط كله مع بعضه ويمتصوا أي سوائل ممكن تكون موجودة فيها. هنقلبهم مع بعض كويس لحد ما الدقيق يختفي خالص. نسيب القرنبيط على جنب شوية، ونعمل شوية بشاميل صغيرين نحطهم على وش القرنبيط. هنحتاج للبشاميل معلقتين كبار من السمنة. هنسيبهم يسيحوا، وهننزل عليهم بمعلقتين كبار من الدقيق. هنقلب الدقيق تقلبتين بس في السمنة يستوي شوية، ومش عايزين لونه يغير قوي. البشاميل عشان يطلع مظبوط وما يكلكعش معانا، لازم كمية السمنة تبقى قد كمية الدقيق، ويبقى بالشكل ده كده الدقيق عايم في السمنة. هنضيف عليهم كوبايتين من الحليب، وهنحط نص معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسمر أو الأبيض لو موجود. ونظبط طبعا طعم الملح زي ما احنا عايزين. هنقلب على طول، مش هنوقف تقليب خالص عشان ما يكلكعش ويعمل أي كتل، لحد ما البشاميل يغلي وقوامه يتقل شوية ويبقى بالشكل ده. عايزين قوامه كريمي بس مش خفيف ولا تقيل، يبقى قوامه مظبوط جدا بالشكل ده. كده كل حاجة بقت جاهزة معانا. صوص اللحمة المفرومة استوى وقفلنا عليه خلاص، والبشاميل كمان بقى جاهز معانا، والقرنبيط معمول. هنجيب بقى الصينية أو الطبق البايركس اللي هيدخل معانا الفرن. هنحط في الأول شوية صغيرة من البشاميل، نوزعهم في قاعدة الصينية كويس. وهناخد نص كمية القرنبيط ونفردها فوق البشاميل يغطي قاعدة الطبق كلها، ونضيف عليه الحشوة ونفردها كويس جدا فوق طبقة القرنبيط. احنا ممكن نغير في الحشوة زي ما احنا عايزين، يعني مش شرط ان احنا نحط لحمة مفرومة، ممكن نستغنى عنها خالص ونعمله بالخضار بس. ونزود كمان مع الفلفل نزود مشروم وجزر، بيبقى برضو طعمه حلو جدا معاه. وهناخد كمان شوية من البشاميل نحطهم فوق الحشوة، ونحط عليهم بقية كمية القرنبيط كلها، ونوزعها كويس جدا تغطي الوش كله، ونسويها حلو قوي. ونحط عليهم بقية كمية البشاميل. واختياري بقى ممكن نحط شوية من الجبنة الشيدر المبشورة أو الجبنة الموتزاريلا على الوش، تدي لون حلو وتدي طبقة حلوة جدا على الوش. هنكون مسخنين الفرن على درجة 200. هندخلها في الرف الأوسط، هتاخد تقريبا من 20 ل 30 دقيقة. هي كل حاجة فيها مستوية، مش محتاجة تقعد في الفرن كتير.
إحنا بس عايزين المكونات كلها تسخن مع بعضها كويس وتاخد لون خفيف من تحت ومن الجوانب، وممكن نفتح عليها الشواية كمان تاخد لون حلو من على الوش بالشكل ده. نقطعها بقى ونقدمها وهي سخنة على طول، بتبقى كريمية جدا وطرية وسايحة مع البشاميل بالشكل ده. أو نسيبها طبعا للي بيحب إنها تهدى شوية ويقطعها قطع متماسكة. في الحالتين طعمها رائع. اللي ما بيحبش القرنبيط هيحبه بالطريقة دي جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها، ومتأكدة إنها هتعجبكم. وبألف هنا على قلوبكم مقدما.